ازيكم عاملين ايه؟ انا قلت اجرب اعمل قراءة قصيرة. قلت سؤال محدد صغير كده. لو حد دلوقتي حاسس ان هو مزنوق ومش عارف يعمل النقلة يتنقل، مزنوق بقى في مشاعر، ممكن في علاقة، حاجة قديمة سابها، هو حد دلوقتي مزنوق وعايز يعمل النقلة، او عايز يطلع من الزنقة اللي هو فيها، او عايز يعرف الصح من الغلط، يعمل ايه؟ فنقيت شوية كروت كده، فتعالوا كده نرصها مع بعض ونشوف هيطلع معانا ايه. يلا بينا. انا قبل ما اختار الكروت، آم، طلع لي الايتم ده كان طلع لي في المجموعة التالتة من القراية الكبيرة، اللي هي بتاعت ازاي تحب نفسك بكل اجزائك وتطلع الجوهرة الداخلية بتاعتك، اللي هي الجوهرة دي. فطلع لي نفس الايتم ده، فانا حسيت انه هو اللي وصل للمرحلة دي ومزنوق فيها علشان يعمل النقلة للمرحلة اللي هي اللي بعديها، اللي هي المجموعة الكبيرة الرابعة. فاضل له حاجة صغيرة عشان يعمل النقلة دي. فده اللي انا سمعته يعني او حسيته. تعالوا نشوف بقى ايه اللي ممكن يطلع معانا. طب تعالوا نشوف دول الأول وبعدين نشوف ايه اللي ممكن يطلع معانا تاني. الورقة دي كانت طلعت معانا فعلا في المجموعة التانية أو التالتة. أنا سامعة يعني في تكات بسيطة في التانية أو الأولى والتانية، بس مش عارفين نكمل إن احنا نروح للمجموعة الرابعة ونخلص الموضوع ويكتمل التحول. فتح القلب. احنا كنا قلنا على دي ان الحدس احنا بنطرده بره. في حاجة غلط بنعملها هنا، ان سايبين الافكار بتاعتنا والمشاعر بتاعتنا. بصوا دي مية مطرة مشاعر، وده بيطرد الحدس. وكنت سمعت دي، انا قلت ساعتها سمعت انها بنتين. بصوا ده محارب ازاي. حتى قلت ساعتها ان هو بيحارب الطفيليات حاجة كده. والورقة دي كانت فاضية عشان نحط عليها اللي احنا عايزينه. ف لان كان طلع لنا ان مهارة من المهارات بتاعتنا ان احنا بنقدر نزرع المشاعر اللي احنا عايزينها والافكار اللي احنا عايزينها. نزرع الافكار والمشاعر اللي احنا عايزينها. فتقال ساعتها بصوا دي كانت طلعت معانا ان هي، بصوا ام عشقة دي طلعالي في حتة ان هو واحدة مش موزونة مش متوازنة. مع ان الدنيا بقت خضرة وفي ورد وطريقها منور، بس هي مش متمركزة على الارض. انا عيني جابت ده، مش متجذرة. فاللي بيحصل فدي مقلوبة هنا، مش متجذرة. فمش ع... ف مشغولة بالعلاقات او مشغولة بالطاقة القديمة او بالحاجة اللي سابتها او الحاجة اللي بعدت عنها. فاللي موقفها انها تنقل بالباص، تعمل النقلة الكبيرة، ان هي لطيفة وبتقدم زيادة عن اللزوم. فده اللي حابسها هنا. هي شايفة ان الحاجة القديمة اللي ضاعت منها دي مفيش حاجة زيها هتجيلها تاني. فهي زعلانة على اللي راح، او مشغولة بالتفكير فيه، ومش متخيلة ان ممكن يجيلها احسن، او ان اللي مشي ده كان لازم يمشي. فهي مندفعة ليه. فده عامل لها بقى مشاكل في حتة ايه بقى. صوتها الداخلي مش طالع ومشكلة في الماديات. تمام. طيب هي بقى محتاجة ما تبقاش الست دي او الشخصية دي الانوثة اللي بايظة دي، بحتة ان هي الانوثة هنا بتضرب ان هي بتقدم طول الوقت. فهي لطيفة زيادة عن اللزوم، واللي في ايديها مش ليها، وشغلة نفسها بالطاقة القديمة او بالناس اللي حواليها او الناس اللي معطلينها، وفاكرة ان اللي راح ده مش، حتى لو بتفكير
هي مش في العلاقة أصلا، إن اللي راح ده مش هيجي زيه تاني، وده مخليها مندفع، فتقلب بقى الاندفاع تبقى لنفسها. أنا سامعة اقلب الاندفاع لنفسك، فتبقى عارف تغني وصوتك الداخلي طالع، حقيقتك طالعة تغني حقيقتك، وهتبقى متملك الماديات. كل حاجة انت كنت بتقدمها وبتضيع منك هتجيلك انت، وهتبقى انت نازل على سوشيال ميديا الواقع، هتبقى بتحقق نفسك، وحبك لنفسك هيبان. فانا سامعة قبل ما تروح هناك ازرع هنا. ازرع هنا دي اللي كانت بتطلع لنا في كل اللي فاتوا. فكان كل المجموعات ال4 مجموعات كان طالع معانا الفيل ده، وكل مجموعة كنا بنكمل فيه. فهنا بيقولك كمل كل اللي عايزه منك الفيل مع الأسد. احنا قلنا الأسد، في الأسد العجوز اللي بيدفن، والأسد اللي هو الجامح اللي هو اللي بيعمل مشاكل لنفسه ولغيره. فانت المتعاطف مع نفسك وغيرك، بس ما بتخليش حد يأذيك، فانت كون ده. طيب تكون ده ازاي؟ ان انت تقلب الباتس، المخاوف بتاعتك، ان هو مش هيجيلك زي اللي راح منك، انت اللي كنت غلطان، او انت السبب، او مش هيجيلك الطاقة دي تاني، او مش هيجيلك حاجة احسن. مع ان انا سامعة اللي هيجيلك متشافي اكتر، هيجيلك لحسن من التورتة. واقلب. دي اعمل اقطع الافكار وازرع بدلها جديد. وده هيخليك بتحب نفسك اكتر. ده اللي هينقلك هنا للشمس. هتقلب ده وهتقلب ده، فهتبقى ده وهتزرع ده. هتزرع التلاتة، تبقى متوازن من جوه المثلث بتاع الاتحاد، وتحب نفسك، وتدخل لبيتك الداخلي. فده يخليك تروح للطاقة دي. تعالوا بص الكارت ده عشان اللي ما شافش المجموعة اللي كان طلع فيها في القراءة. ده حد بعد ما كان بقى حدسك مقلوب وانت مش متواصل معاه، هنا بقى هتتواصل مع حدسك، هتتواصل مع السبيريتس. هتبقى انا سامعة هيتفتح لك كتب كتير، يمكن الأكاشك ريكورد، علوم باطنية. انا سامعة حاجات كتير قوي، بس انا سامعة اولهم حدسك، هتشفي جرحك، هتبطل تاخد تدي وما تاخدش، هتبقى بتاخد، هيبقى في تبادل عادل. هتبقى الطاقة الكونية معاك، هتفعل وهتطلع شمسك الداخلية وهتبان على وشك. أنا سامعة من طول عمرك جميل دي، كأن اللي كان ما كانش موجود، وهتبقى أنت ده. كأن اللي كان ما كانش موجود، واللي كان بيتعمل فيك ما كانش موجود، وهيتشفي جرحك ده. الجرح ده هيشفى. وسامعة المادية كلها هتبقى معاك، لأن انت نزلت على أرض الواقع. وانا سامعة ربنا معاك وكل الطاقات معاك، يعني فلوس. انا سامعة لا، الوفرة الاول في بيتك الداخلي جواك، في حبك لنفسك، اتحادك مع نفسك. والماديات بقى اللي جاية لك بقى من فلوس، علاقات. انا سامعة كل حاجة مادية فعليا، حتى مشاعر وافكار. ف طيب تعالوا نشوف طلع معانا ايه كمان. انا سامعة لما تحقق دول هيحصل ايه؟ قلبت دول وحققت دول، فهيحصل ايه؟ هتبقى ماشي مع الفريكونسي. هو ده طريقك الصح. تسيب كاتم الأنفاس وتروح للمصدر، المصدر اللي هو ربنا، وكل حاجة ربنا أمرنا بيها، اللي هو انت ما تأذيش نفسك بالطريقة دي. هو ده الطريق الصح اللي هيرفع ايه من طاقتك. وهتكوني انتي المرأة في العلاقات
وحبيب منطلق. يعني ايه المرأة في الطاقة بتاعت الأنوثة هتتصلح، وهتبقى العلاقات الحميمية معاك، وهتبقى انت فيها الحبيب، وهتبقى منطلق بعد ما كنت محبوس. هتبقى منطلق هنا، وهتبقى الطاقة ماشية معاك، هتتصلح الأنوثة. بس أنا سامعة ده تشجيع عشان الناس اللي ما سمعتش القراءة الكبيرة تسمعها، ساعتها انت هتتجذر وهتبقى الطاقة ماشية معاك. أنا سامعة ده علشان اللي ما سمعش القراءة الكبيرة يروح يسمعها عشان يعرف يعمل ده بالتفصيل أكتر ازاي. احنا هنا اختصرنا لك قوي كتشجيع. وأنا سامعة هي دي الزتونة اللي كان المفروض تاخدها، اللي اتقال فيه زتونة في القراءة. دي الزتونة اللي هتوصلك لامتلاك العلاقات الحميمية، بان انت تصلح ايه الطاقة الأنثوية، وتبقى الطاقة دي معاك. بس ويلا اشوفكم بقى الفيديو الجاي. يلا سلام.